as quick as mechanics. And take a fresh look at their business. I learnt more from that than I would from reading any kind of textbook. As they escape from the boardroom. This weekend on BBC World News. بالشاي يا سيف بيه. شكرا عم ابراهيم. العفو. مش عايز حاجة تاني؟ لا ادخل نام انت خلاص. حاضر. Hello, I'm Daniela Retorto with BBC World خليك انت انا افتح. Stories. As deadly fighting on the streets of eastern Ukraine continues, pro-Russian forces have released 9 members of the Red Cross who were detained on Friday. مساء الخير يا باشا. الشاي يا باشا. شكرا يا عم ابراهيم، متشكر. نضارتك يا سيف بيه. شكرا. معلش انا اسف، كان لازم اتكلم معاك. يا ابني حالتك صعبه قوي. اتفضل الشاي. انا عارف انك شفت الصياد وهو بيموت وحضرت جنازته. بس برضو الله يرحمه، يعني ممكن يكون ما ماتش وفبرك الموضوع ده عشان يبعد الشبهات عنه. انا قريت القضيه يا باشا وعارف انكم كنتوا خلاص خطوه وتمسكوه. مش ممكن يكون عمل كده عشان يختفي؟ انت ما روحتش من الصبح ولا ايه؟ لا ما روحتش، عديت خدت مراتي ووصلتها وما قدرتش اروح بصراحه لما اجيلك. يعني المدام مسافره ولا حاجه؟ لا هي بس بتشتغل في مكتبه بتاعت جامعه القاهره، وانا متعود اخدها في سكتي وانا مروح. انا اصلا قابلتها هناك وانا بعمل الماجستير. طيب اشرب الشاي وروح لمراتك وانسى موضوع الصياد ده خالص. انت ليه مش عايز تساعدني؟ انا مش عايز اضيع وقتي ووقتك. الموضوع مش هياخد وقت على فكره. انت قتلت حد قبل كده؟ لا طبعا. ده انت تلاقيك حتى عمرك ما مسكت حرامي غسيل. انت راجل بتاع نظريات وعامل ماجستير وقاعد على مكتب على طول في التكييف. تلاقيك عندك اكونت على الفيسبوك كمان. يعني مالكش في الكلام ده. الله ايه ده يا باشا ده؟ هو انت عامل عني تحريات ولا ايه؟ مش محتاج. انت كتاب مفتوح يا طارق. مش محتاج حتى عينين عشان يتقري. ولو مثلا طلع الصياد عايش صحيح وعرف انك بتدور عليه مش هيبقى كويس علشانك. يعني هو عايش؟ انت بتتلكك يا ابني، انا ما قلتش كده. هو انت ليه مستقل بيا قوي كده؟ بجد؟ طب ما تيجي نتأكد من الموضوع ده. الكرافتة اللي انت لابسها دي تمنها اكتر من نص مرتبك، ومع ذلك لابسها وانت جاي تقابل واحد اعمى. ليه؟ عشان انت اصلا غني وعيلتك غنية. ابوك حد مهم ومعروف. عشان لما جيت تعرفني بنفسك قلت لي ان اسمك طارق فيصل وما رضيتش تكمل الاسم للاخر. عشان الموضوع ده مش مريحك نفسيا. عايز تثبت لنفسك وليا وللعالم كله ان انت كويس عشان انت كفء، مش عشان انت ابن فلان. ودي مش مشكلتك الوحيده مع ابوك. انت ابوك كمان ما كانش موافق على جوازك. نعم. موظفه عاديه في مكتبه جامعه القاهره. شغلانه يعني اللي بيشتغلها بيبقى عايز ياكل عيش، مش عايز يثبت نفسه ولا يحقق طموحه. وبالرغم من انها اتجوزتك وانت راجل غني ما سابتش الشغل عشان هي مش حاسه بامان. حاسه ان انت وهي مش هتعمروا مع بعض وخايفه ترجع تحتاج للشغل تاني. وعشان انت بتحبها بجنون لدرجه انك بتوصلها وبتجيبها من الشغل، فاكيد المشكله مش منك انت، المشكله من العيله. البابا والماما كانوا شايفين لك شوفه تانية، بس انت صممت انك مسيرك في يوم تثبت لهم انهم كانوا غلطانين. زي ما انت مصمم برضه تثبت لزمايلك في الشغل انك كويس عشان انت كفء مش عشان ابن فلان. انت عندك حاجات كتيره قوي عايز تثبتها يا طارق، وحاجات اكتر ممكن تخسرها. انت هدف كبير وواضح لاي مجرم. عشان كده بقى هتشرب الشاي وتروح لمراتك وتدور على حاجه اسهل شويه من موضوع الصياد ده. لا انا انبهرت، لا بجد. بس سؤال يا باشا بعد اذنك، لما انت ذكي قوي كده لدرجه انك جبت قراري في 5 دقايق، ليه تعذب راجل مشتبه فيه عشان يعترف؟ ليه ما عملتش تحريات عن الكرافته بتاعته بدل ما تعمل له عاهه مستديمه وتجيب لنفسك مشاكل؟ عم ابراهيم، تحت امرك. تحت
تحت امرك يا سيف بيه. وصل الباشا لعربيته. اتفضل يا باشا. خليك يا عم ابراهيم، انا عارف سكتي كويس. موضوع الصياد ده لو اتفتح تاني يتفتح بشكل رسمي، وبخلي حد من رؤسائك يكلمني.